مصطفى الخصم، القضية اللي منتشرة اللي ما بقاتش غير القضية ديالته بوحدو، حيت ولات ديال المغاربة كلهم. مصطفى الخصم بطل العالم المغربي اللي هز الراية المغربية في رياضة الكيك بوكسينغ لسنوات عديدة بعديد من الألقاب، واللي خدا بطل العالم 12 مرة وبطولة أوروبا وبطولة إفريقيا. قاعد هاد الشهرة والألقاب قرر أنه يرجع ويستقر في بلادو ويخدمها. ترشح في انتخابات المنطقة اللي تزاد فيها والديه، نجح من عدة تصويت المنطقة أنهم شافوا فيه الرجل الصالح اللي غادي يخدم المنطقة بكل ثقة وحب. ومن بعد مدة قصيرة من بعد تنصيبه رئيس الجامعة، مصطفى اكتشف مافيا الفساد داخل هذه الجامعة ومن عديد من الخرجات. حاول يكشف الفساد اللي كان داخل الجامعة. بالطبع كانوا كيحاولوا يطيحوه في الفخ. الرجل اللي كان قوي بطل العالم قرر أنه يخرج للصحافة ويكشف عن الفاسدين داخل هذه الجماعة، ومنهم القايد ملي تولى رئاسة وهو في صراع مع مافيا الفساد. ومؤخرا كيتفاجأ بدعوى ترفعات عليه من عامل المنطقة بتهمة الرشوة وعرقلة عمل البلدية. هذه التهمة اللي تحكم فيها مصطفى الخصم بغرامة 50,000 درهم، ولكن قرر أنه ما يخلصهاش بأنه متأكد أنه بريء ومتأكد من البراءة ديالو، وقال عنده الأدلة على البراءة نتاعو. كل الدعم لمصطفى الخصم، كلنا معاه. المهم خلي لايك ومتابعة باش نزيدو نطورو هاد الصفحة، وكل الدعم لمصطفى الخصم.